القدوس جل جلاله السلام جل جلاله المؤمن جل جلاله المهيمن جل جلاله العزيز جل جلاله الجبار جل جلاله المتكبر جل جلاله الخالق جل جلاله البارئ جل جلاله المصور جل جلاله الغفار جل جلاله القهار جل جلاله الوهاب جل جلاله الرزاق جل جلاله الفتاح جل جلاله القابض جل جلاله الباسط جل جلاله الخافض جل الرافع جل جلاله المعز جل جلاله المذل جل جلاله السميع جل جلاله البصير جل جلاله الحكم جل العدل جل اللطيف جل الخبير جل الحليم جل العظيم جل الغفور جل الشكور جل العلي الكبير الحفيظ جل المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الشهيد الحق الوكيل القاهر المتين الولي الحميد المصلي المبدئ الحي القيوم الحي المميت المبدئ الصمد القيوم الواحد الصمد القادر المقتدر القادم الأخير والمشركون قد مغاموا علينا أرادوا فتنة أبينا وقد تنازعهم علينا بالأحاديث التي روينا فضلهم اللهم خاسرين إنا دعوناك استجب آمين. الله يا الله يا الله يا من جاء القاسم يا غفار الله يا رحمن يا رحيم جل جلاله يا حي يا قيوم جل جلاله يا قوي يا قديم جل جلاله يا عليم يا عظيم لا ينبغي للقوم أن يعلونا إنا دعوناك استجب آمين. الله يا الله يا الله يا من جاء القاسم يا غفار الله يا لطيف يا عليم الله يا رؤوف يا حكيم الله يا تواب يا حليم الله يا وهاب يا كريم لولا وجعلتنا دوننا إنا دعوناك استجب آمين. الله يا الله يا الله يا من جاء القاسم يا غفار الله يا مالك يا منير الله يا مالك يا قدير الله يا مولى يا نصير أنت المالك الكبير ليس عندنا لك معجزين إنا دعوناك استجب آمين. اللهم لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الارض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. حسن محمدي اللهم في الله وسلم في هادي محمد الله في الله ورحمه وسلم في الجنة. عيسى محمدي الله في الله ورحمه وسلم في الجنة. بكار الشريف الله في الله ورحمه وسلم في الجنة. الرحمن حسن الله في الله ورحمه وسلم في الجنة. محمدي مننجير الله في الله ورحمه وسلم في الجنة. حسن شريف الله في الله ورحمه وسلم في محمد الجنة. حسن الله في الله اللهم في ورحمه الله وسلم في الجنة. ماري مابيسا الله في الله ورحمه وسلم في الجنة. ابراهيم علي الله في الله ورحمه وسلم في الجنة. هيجا مصطفى الله في الله ورحمه وسلم في الجنة.
خير حسن اللهم اغفر له واسلم في الجنة. محمد شريف اللهم اغفر له واسلم في علي الجنة. حسن اللهم اغفر له واسلم في الجنة. شريف صالون اللهم اغفر له واسلم جمبة في الجنة. مكيلة اللهم اغفر له واسلم في الجنة. علي جمبة مكيلة جمبة دوا سعيدي عيسى إلومبا جعفري إلومبا أمري سيمبا راشد شريف شعباني يخي شعباني اللهم اغفر له في الجنة. دوا محمدي اللهم اغفر له في الجنة. عيشو حميسي اللهم اغفر له في الجنة. سعيدي حميسي اللهم اغفر له في الجنة. سعيدي سيفو اللهم اغفر له في الجنة. حميري مفتاح اللهم اغفر له واسلم في الجنة. حميري مفتاح اللهم اغفر له واسلم في حميري الجنة. مفتاح اللهم اغفر له واسلم في الجنة. حميري مفتاح اللهم اغفر له واسلم في الجنة. حميري مفتاح اللهم اغفر له ورحمه في الجنة. ناصر عيسى اللهم اغفر له في الجنة. إدريس غتيم اللهم اغفر له ورحمه في الجنة. حسين أمين اللهم اغفر له ورحمه. روجي عيسى اللهم اغفر له ورحمه في الجنة. محمد اللهم اغفر له ورحمه في الجنة. نوري أمين اللهم اغفر له ورحمه في الجنة. محمدي اللهم اغفر له ورحمه. Dua ni kitu muhimu sana kwa sababu addu'a mukhul ibada. Mtume anasema dua ni ubongo wa ibada, lakini pia dua ni dhikri, kama vile Mwenyezi Mungu alipokuwa akimnukuu Nabii Nuhu anasema kwamba faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nuhu aliwaambia watu wake, mtakeni sana msamaha Mola wenu, hakika yeye ni mwingi wa kusamehe. Yursili samaa alaikum midrara, kama mtafanya istighfari kumuomba sana Mola wenu katika dhikri, dua, kufanya istighfari, basi yursili samaa alaikum midrara, Mwenyezi Mungu atakusameheni madhambi yenu, mtakeni msamaha, lakini pia atakunyeshelezeni. Yursili samaa alaikum midrara, atakunyeshelezeni mvua, tena mvua za kiwango cha juu. Wa yumdidukum bi amwal, atakujalieni neema ya mali, wa banin, na watoto, waj'al lakum jannatun waj'al lakum anhara, atakujalieni neema ya mabustani, tena mabustani yani mashamba makubwa yanayopita mito ndani yake. Kwa hiyo utakuta ni mambo mazuri dua ama dhikri ama kufanya istighfari mbalimbali. Kwa hiyo dua ya kwanza tulioifanya ilikuwa inaitwa ni dua ya taskhiril qulubi, dua ya kumlainisha nyoyo katika kumlilia Mungu katika shida, dhiki, matatizo, mabalaa, kumomba Mungu atunusuru nayo. Dua hile inaitwa taskhiril qulubi, dua za kulainisha nyoyo. Lakini dua ya pili ni dua ambayo tuliifanya, tulisoma kwa kuwakumbuka wazazi, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema umepata hasara watu watatu. Katika hawa watatu alisema yule ambaye mtume akitajwa yeye hasimtakia rehema. Wa pili akasema yule ambaye Ramadhani inaisha mpaka Ramadhani inaisha hajasamehewa madhambi yake. Watatu akasema ni yule ambaye baba na mama wanaondoka duniani hana radhi nao, huyu amepata hasara. Kwa kuliona hilo ni kwamba utu mzima wa binadamu kwenye zama hizi umebebwa na wazazi wake, walezi wake. Kwa hiyo tumefanya dua ya kuwarehemu, kuombea dua wazazi wetu, kwa sababu huwezi kwenda peponi mpaka upate radhi za wazazi. Ndio maana hata unaposwali swala ya sunna na faradhi lazima unasema rabbi ighfirli wa li walidayya kama rabbayan saghira. Kwa hiyo tuliwarehemu na kuwaombea dua wazazi wetu, wapendwa wetu, wazee wetu waliotulea. Katika dua ya pili ilikuwa ni dua ya kuwatakia rehema na kuwarehemu wazee wetu. Nimepewa ruhusa na shekhe nikae nizungumze na wewe toto la kisha. Nafikiri tuna mwaka mitatu au miwili tujaonana. Ndio. Kwanza unajua kwa watazamaji ni wengi. Wengine inawezekana wameweza kutazama jana, juzi na siku zilizopita. Wanataka kujua yule alonyanyuka hapa ni nani? Alinyanyuka hapa ni mume wangu kipenzi, ubavu wangu, tulivu wangu, roho yangu, akili yangu. Inshallah. Mefafanuliwa tena sasa, msianze comment zenu kwa sababu mlikuwa mjua alikuwa hapa ni nani. Kwa hiyo huyo bibia yuko ndani ya ndoa. Vipi tuna muda mwingi tumeachana. Vipi project zako zile za vipodozi, elimu kubwa kwenye ndoa bado unaendelea nazo au kidogo sasa hivi umestop? Naendelea nazo, namshukuru Mwenyezi Mungu. Namshukuru pia mume wangu ananisimamia, ananisapoti kutangaza soko. Kwa hiyo naendelea nazo. Kidogo kufika mbali kiasi chake au alichokadiria, na bado tunaomba tuendelee kufika mbali. Mashaallah. Hili dua ambalo limefanyika hapa huwa linakuwa nilitaka nafikiri unajua naambia siku zote mtoto wa kenge na mijusi yote humo labda unaweza ukanijibu. Hili dua ambalo limefanywa hapa kuna kuwa na miezi maalum ambayo unaweza ukafanya au unaweza ukafanya miezi yote?
Unafanya miezi yoyote ukiwakumbuka marehemu unafanya. Nimependa kufanya siku ambao niliozaliwa. Nikaona kwanza nikumbuke marehemu, tukumbuke rafiki zetu, ndugu zetu na jamaa na majirani. Nikaona tuwakumbuke katika dua siku ambao mimi nimezaliwa. Nimeona nianze kwanza na dua. Kwa baada hapa kuna kitu kingine kinaendelea? Baada ya hapa kuna kitu kinaendelea. Tunapika, tunachinja, tunakula, tunafurahi. Alhamdulillah. Tunashukuru. Kwa hiyo tusiondoke, kuna kula. Yani msiondoke, kuna kula swa, yani mle mpaka tuchanganyikiwe. Mashaallah, na mimi siondoke, nasubiri kula kwa sababu kula ndio kila kitu. Karibuni sana. Tumeona tumshukuru Mwenyezi Mungu, maana Mwenyezi Mungu yeye ndio muweza wa kila kitu, na yeye ndio amejalia mpaka kufikisha umri huu, na yeye ndio kajalia mpaka siku ya leo kufika. Kwa hiyo tukaona tusifanye chochote, tusifurahi kabla hatujafanya dua ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kurehemu ndugu zetu waliotangulia. Mashaallah. Watazamaji wa Junaa, mimi ningeomba wapate kidogo kukufahamisha sehemu gani ambazo ukamtembelea ukapata elimu kubwa kupitia yeye zaidi, kwa sababu leo ilikuwa sio siku yake. Nimekuja kama nimemkurupusha kumhoji, basi kama kuna mitandao ya jamii labda TikTok, Instagram pamoja na Facebook, wanakupata kwa jina gani? Napatikana kwa jina la Toto la Kishilazi Asili, YouTube Kishilazi Asili, Instagram Toto_Kishilazi Asili, TikTok Toto la Kishilazi Asili, na WhatsApp pia napatikana, na Facebook Toto la Kishilazi Asili. Karibuni sana kujifunza mambo mbalimbali. Karibuni sana kunisapoti katika kununua bidhaa. Mashaallah. Yule ambaye wewe ambao unaangalia sasa hivi, basi pita kwenye peji zake za mitandao, kuna vitu vingi utajifunza ambao ulikuwa hujui. Huyu mtu ana mambo makubwa sana, ana mafunzo mengi sana kwenye upande wa ndoa, ana vitu vingi anaweza kukufundisha wewe kuhakikisha ndoa yako ikasimama imara. Mimi naitwa Masuna, tuendelee. Mimi nimesema siondoki hapa, na mimi nataka nitafune wewe mnyama.